حكاية النهاردة عن بنت جميلة خانت بلدها واتجندت لصالح إسرائيل وكانت سبب في قتل أخوها، ومش هتصدقوا نهايتها كانت إيه. وعشان كل حكاية ليها سر، تعال أقول لكم سر حكاية الجاسوسة الفاتنة دلال رستم. يلا نسمي الله وندخل نشوف حياة دلال كانت عاملة إزاي. دلال اصلا زي ما بيقولوا كده كانت مولوده وفي بقها معلقه ذهب. اتولدت في الزمالك في 12 نوفمبر سنه 1931. والدها رستم كامل واحد من ضمن ورثه كبار الاقطاعيين، يعني من الناس اللي عندهم فدادين ملهاش عدد. عاشت دلال مع عيلتها حياه كلها عز في فيلا كبيره اتقال عنها انها قصر زي بتاع الملوك، واتعلمت في مدارس اجنبيه لحد ما اتقنت 3 لغات، انجليزي وفرنساوي وايطالي. ولحد هنا الحياة تمام قوي، وهوب يطلع قرار التأميم وفلوس العيلة كلها تتحط تحت الحراسة. فوالدها توفى بسبب الموضوع ده، ودي كانت أول صدمة في حياتها. وطبعا والدتها ما استحملتش اللي حصل، وبعدها بأيام قليلة اتوفت هي كمان، ودي كانت الصدمة التانية لدلال. وفجأة لقت نفسها من غير أب ولا أم ولا فلوس ولا قصور، وكل اللي حيلتها يدوب معاش بيتصرف لها كل أول شهر، وده طبعا ما يجيش أي حاجة في الحياة اللي كانت عايشاها دلال. بس كل اللي حصل لها ده كوم، ومسؤوليتها تجاه أخوها عاصم اللي أصغر منها كوم تاني خالص، لأن دلال اعتبرت نفسها مش أخته وبس، دي بقت أمه وأبوه وعيلته كلها. ورغم ان الظروف المادية بقت ضيقة قوي، الا انها صممت انه يكمل تعليمه في المدارس اللي هو موجود فيها اصلا، ومفيش حاجة تتغير وما يتنقلش المدارس اقل عشان خاطر الفلوس. والسؤال هنا، هتدفع مصاريف المدرسة الغالية دي منين؟ دلال ما كانش حيلتها غير ال3 لغات اللي احنا قلنا عليهم اللي اتعلمتهم ايام العز، ده غير طبعا جمالها ومستواها الاجتماعي اللي هي جايه منه. يعني بالبلدي كده جمالها ولغتها واصلها وفصلها هم اللي كانوا بيفتحوا لها اي باب مقفول. وفعلا بدات تقدم في شركات السياحه لحد ما اشتغلت مرشده سياحيه، ومشيت الدنيا على كده لحد ما الصدفه لعبت دورها. والصدفه دي كانت نقطه التحول الحقيقيه في حياه دلال. دلال بحكم شغلها كمرشدة سياحية كانت في مرة مع فوج إيطالي، وفي الفوج ده كان في شاب عرفها بنفسه إنه شاب مصري وهاجر لإيطاليا من فترة، ونجح هناك جدا وبقى بيزنس مان كبير في روما. وده خلى دلال زيها زي أي بنت تشوفه إنه الفارس الهمام اللي هيخطفها على حصان أبيض، خصوصا وسط الظروف الصعبة اللي هي بتعيشها، وده ولا هو عيب ولا هو حرام. لكن اللي حصل إن الشاب ده حاول يوصل لغرض معين مع دلال، وطبعا انتوا فاهميني، لكن على مين؟ فما لقاش غير سكة واحدة وهي الجواز، فطلب ايدها وهي وافقت. بس المشكلة ان اجازته في مصر كانت خلصت وما لحقوش يتجوزوا، فسافر هو الاول واتفقوا انها تحصله ويتجوزوا هناك. وفعلا بعد شوية سافرت دلال روما واتجوزت الشاب ده هناك، وبدأت الحياة تبتسم لها وتعيش من تاني حياة القصور والعز والأبهة. بس تفتكروا هل الحياة هتستمر على كده؟ في يوم من الأيام قررت دلال تعمل لجوزها مفاجأة، فخدت بعضها وراحت له المكتب. وهي فتحت الباب من هنا وشافت أسوأ مشهد ممكن أي ست تشوفه في حياتها. شافت خيانته ليها لايف كده عيني عينك، ودي كانت صدمة جديدة لدلال تضاف للستة الصدمات في حياتها، لأن الموضوع موقفش عند كده وبس. الراجل اللي حبته ووثقت فيه وسافرت معاه واعتبرته طوق نجاة بالنسبة لها، مش بس طلع خاين، ده كمان ندل، لانه بدل ما يعتذر لها ويستسمحها طلقها بمنتهى البساطه وطردها من بيتها، ولا حتى اداها الباسبور ولا شنطه الهدوم اللي كانت جايه بيها من مصر. فبقت ولا عارفه تروح فين ولا تيجي منين. دلال فضلت تلف لحد ما لقت بانسيون رخيص جدا على قد الفلوس اللي معاها، لحد ما تشوف هتعمل ايه. ومع الوقت فلوسها خلصت والديون بدات تتراكم عليها، لان الست صاحبه البانسيون عايزه الاجره، والست دي بدات تتكلم معاها عشان تعرف حكايتها. والحقيقه ان دلال ما توصتش وما سابتش حاجه
إلا وحكتها لها. وهنا أول سؤال يجيلك، ست في الظروف دي وفي الغربة ليه ما تلجأش للقنصلية أو السفارة المصرية في روما؟ وفعلا ده كان أول سؤال صاحبة البنسيون تسأله لها، وتبدأ من هنا تنصب شباكها حوالين دلال، لأن دلال كان ردها مليان حزن وقهر ومرار على اللي حصل لها. تعالوا نشوف ردت قالت إيه. دلال بالبلدي كده قالت لها سفارة ايه وقنصلية ايه؟ هو انا لما اروح القنصلية هيعملوا لي ايه يعني؟ مش هيرجعوني على مصر؟ هي مش مصر دي اللي اخدت فلوسنا وارضنا وخلتنا على الحديدة ومش لاقيين ناكل وبسببها مات ابويا وامي؟ طيب وحتى لو رجعت هوري وشي للناس ازاي وهصرف على اخويا منين؟ احساس الغضب اللي عند دلال خلاها تفتح في الكلام، وصاحبة البنسيون في منتهى السعادة وهي عمالة تسمع الكلام ده، لان دلال صيدة وفريسة سهلة جدا وجايه لها على الطبطاب ومش هتاخد في ايدها غلوة. المهم بعد ما خلصوا كلام الست دي وعدتها انها هتلاقي لها شغل، وفعلا وفت بوعدها. ومفيش كام يوم والست دي جات لها تاني، بس المرة دي مش داخلة عليها بإيدها فاضية، جاية ومعاها راجل داخل على 50 تقريبا. الراجل ده عرفها بنفسه وإنه اسمه إيميل، وإن صاحبة البنسيون حكت له عن كل حاجة تخصها، وإنه كمان له صديق عربي بيزنس مان كبير وشغله تقريبا في كل دول العالم، والراجل ده بيدور على شابة جميلة زيها كده تشتغل مترجمة ليه، بس هو مسافر وهيرجع كمان كام يوم، وأول ما يرجع تعتبر نفسها اشتغلت. والراجل ده ما اكتفاش بكده، ده طلع من جيبه شوية فلوس عشان تمشي حالها بيهم لحد ما ربنا يفرجها، ولما تشتغل تبقى ترجعهم. ودلال خدت الفلوس. من كتر اللي دلال كانت فيه ما سألتش نفسها مين الراجل ده وليه الناس دي بتعمل معاها كده وعايزين منها ايه وايه المقابل. المشكلة ان الناس دول اختفوا لمدة شهر، والفلوس اللي مع دلال خلصت، ويوم عن يوم المصاريف بتزيد والحوجة بتبقى اكتر، لحد ما دلال استوت على نار هادية. وفجأة ظهر اللي اسمه إيميل ده من تاني، ومعاه شيطان جديد اسمه آدم نعمان. وركزوا في الاسم ده كويس واحفظوا صم. آدم ده كان هو رجل الأعمال اللي محتاج مترجمة شاطرة زيها، فقال لها طبعا إنه لازم يختبرها قبل ما يشغلها، واداها شوية ورق مكتوبين بالفرنساوي عشان تترجمهم، وقال لها بكرة الصبح تعدي عليه في مكتبه عشان يشوفوا موضوع الشغل، واداها عنوان المكتب. دلال ما كدبتش خبر، وأول ما نزلوا بدأت تشتغل في ترجمة الورق على طول، ومع أول سطرين في الترجمة فهمت اللي فيها، وعلى آخر ما خلصت لقت إن التقرير كله بيتكلم عن مصر، والمعلومات اللي فيه كلها عبارة عن معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية. ودي مش أي معلومات، دي معلومات سرية وخطيرة ومش أي حد يعرفها، ولا سهل إنها تكون متداولة. المعلومات دي ما يعرفهاش غير الدولة صاحبة التقرير، أو يعني اللي كاتب الكلام نفسه، يا إما دولة معادية ليها. المهم أول ما النهار طلع ما ترددتش إنها تروح العنوان اللي اداهولها آدم نعمان، واللي مفروض إنه شركة أو مكتب زي ما قال لها، عشان تتفاجئ دلال لما توصل إن ولا في مكتب ولا شركة ولا حاجة من دي خالص، دي مجرد شقة في عمارة سكنية. وأول ما دخلت لقت آدم في وشها، استقبلها وأخد منها التقارير وقعد يقراها كلمة كلمة، وقال لها أظن دلوقتي انت فاهمة كويس هتشتغلي ايه وهتشتغلي مع مين. والحقيقة ان ردها كان سريع جدا، وقالت له يعني كل اللي حصل ده انتوا اللي وراه من الاول عشان تجبروني اخون بلدي مصر؟ وبمنتهى البجاحة قال لها ايه الكلام الكبير ده؟ بس خيانة ايه اللي بتتكلمي عليه؟ هو في حد طلب منك كده ولا جاب سيرة الخيانة؟ وبعدين اللي احنا بنعمله ده مش ضد مصر، ده ضد النظام اللي سرق فلوسك وفلوس اهلك، وكان سبب في موت ابوكي وامك، ومخليكي مش عارفة تصرفي على اخوكي. والظروف دي هي اللي وصلتك انك تتجوزي واحد زي اللي اتجوزتيه وبهدلك ومرمطك. فسيبك بقى من كلامك ده اللي لا هيودي ولا هيجيب، عشان معانا هتحققي اللي نفسك فيه واللي بتحلمي بيه. هتلاحظوا انه بيردد نفس الكلام اللي دلال اتكلمته مع الست صاحبة البنسيون، اللي هو كله عبارة عن نقط ضعف حقيقية بتعاني منها، وهي دي طريقتهم دايما، يضغطوا على فريستهم بنقط ضعفها وما يسيبوهاش غير وهم عاملين لها
غسيل مخ. والمصيبة إن دلال من جواها كانت مؤهلة لكل ده، وعشان كده بدأ آدم نعمان على طول في تدريبها وتجنيدها لحد ما بقت دلال مستعدة استعداد كامل لأي مهمة. وطبعا أي جاسوس لازم يتدارى ورا ستارة، فاداها مبلغ عشان تشتري محل في مكان محترم وشيك جدا وتفتحه بوتيك تبيع فيه ملابس مستوردة عشان تقدر تسافر وتروح وتيجي زي ما هي عايزة بحجة إنها بتجيب بضاعة. لحد هنا بقى لسه مهمتها الأصلية ما وضحتش، عشان دلال مفروض انها هتشتغل مع 2 جواسيس موجودين جوه مصر ووراها صورهم، وكل مهمتها انها هتستلم منهم الافلام الفوتوغرافيه اللي هم بيصوروها، وهي مسافره روما عشان تشتري بضاعه جديده للبوتيك هتسلم الحاجه دي وتاخد فلوسها، قصدي تقبض ثمن خيانتها. والحقيقه انه عرفها الطريقه اللي هتتواصل بيها معاهم، وفعلا رجعت دلال مصر، وده كان يعني في نص السبعينات، وفهمت الناس اللي حواليها انها انفصلت عن جوزها وما حصلش نصيب، وفضلت تدور على شغل في روما لحد ما ربنا كرمها ورجعت مصر عشان تعمل مشروع البوتيك. وفعلا فتحت المحل وبقت شغالة مع الجاسوسين الموجودين في مصر، تستلم الافلام وتسافر على روما كأنها بتشتري بضاعة للمحل، تسلمهم الحاجة وتقبض وترجع على مصر. بس المصيبة الأكبر إن دي ما كانتش مهمتها الوحيدة، لأنها كمان كان بيطلب منها إنها تجمع معلومات كتيرة جدا عن كل حاجة في البلد، وهي كانت بتعمل كده. وسط كل الأحداث دي عصام أخوها كبر وبقى في الجامعة، وكان واحد من أبطال منظمة سيناء العربية، وفضل في المنظمة دي لحد أواخر سنة 1971. والغريب إن ده كان سر ومحدش يعرفه غير عصام نفسه. منظمة سيناء العربية كان فيها مئات بل آلاف من الشباب العربي الفدائي، وكان في الوقت ده بينفذوا عمليات فدائية على العدو. أقل وصف ليها إنها عمليات بطولية، ومن أشهر أبطالها البطل المجاهد عمران سالم عمران اللي اتلقب بديب سيناء. والمفاجأة اللي لا على البال ولا على الخاطر إن يجي لدلال تكليف إنها تجمع معلومات عن المنظمة دي اللي أخوها أحد أبطالها، وهي ما تعرفش إن ربك لبالمرصاد. وهي خدت الأوامر من هنا وبدأت تجمع المعلومات من الشمال واليمين، وبفضل المعلومات دي قدر العدو يستهدف مجموعة من الفدائيين أثناء عملية نقل السلاح من القاهرة للعريش عشان تحصل المصيبة اللي هتفوق دلال. أخوها عصام كان واحد من ضمن اللي استشهدوا، ودي كانت أول مرة دلال تعرف فيها إن أخوها واحد من أبطال منظمة سيناء العربية. بس يا خسارة عرفت بعد فوات الأوان. استشهاد أخوها واللي دلال كانت سبب فيه بالمعلومات اللي قدمتها للعدو خلى عندها اكتئاب شديد جدا، بس الإحساس الأكبر كان رغبتها في الانتقام وإنها تاخد بطار أخوها، وده اللي خلاها تتماسك وما تبلغش معلومة استشهاده ليهم لحد ما تشوف هتتصرف إزاي. نيجي بقى لجهاز المخابرات العامة المصرية واللي دوره لوحده يتحكي في مجلدات. في الوقت ده المخابرات المصرية تقريبا كان في ايدها كل حاجة. الجاسوسين الموجودين في القاهرة معروفين ومتحدد اماكنهم، والحلقة المفقودة اللي كانوا مستنيينها تظهر عشان تستلم الصور من الجاسوسين خلاص عرفوها ووصلوا لها اللي هي دلال. بس قبل ما نكمل لازم نجاوب على سؤال مهم جدا، وهو ان ازاي المخابرات المصرية قدرت تكشف الجاسوسين دول وتوصل لدلال. في أوائل سنة 1970 جه تقرير للمخابرات العامة المصرية بيقول إن في إشارات وموجات ترددية بتصدر بصفة دورية ومنتظمة في منطقة معينة في حي معين، يعني بالمعنى الدارج كده إن في رسائل بتتبعت بشكل مستمر في أيام معينة وساعات محددة. وبعدها بشوية جه تقرير تاني بيقول إن في إشارات جديدة في منطقة جديدة غير المنطقة الأولى، ولما فحصوا الإشارات والموجات دي لقوا إن كل موجة أو كل إشارة مختلفة عن التانية تماما، وده معناه إن الموضوع مش على قد جاسوس واحد، دول 2.
وبسرعة جدا قدرت المخابرات المصرية تحدد أماكن الجاسوسين دول وعناوينهم وهم مين. واللي لاحظوا رجال المخابرات أثناء مراقبة الجاسوسين دول إن أي حد فيهم لما بيروح أي مكان بيطلع كاميرا سرية ويصور أي حاجة تقابله. بس الأغرب من كده بقى إن الصور دي بيحتفظوا بيها وما بتتبعتش لأي حد، والدليل على كده إن مفيش ولا مرة أي حد منهم بعت جواب واحد. ومش بس كده، ده على مدار شهور المراقبة كلها ولا واحد فيهم خطى خطوة واحدة بره مصر عشان نقول إنه سلم الصور دي بنفسه. وطبعا ده ملوش غير معنى واحد، إن الصور دي موجودة معاهم وإن في طرف ثالث هو اللي هيستلم الصور دي منهم، والطرف ده يا إما موجود جوه مصر أو هيجي لهم من بره. وعشان كده المخابرات المصرية أجلت القبض عليهم لحد ما الطرف الثالث ده يظهر، وفضلت المراقبة شغالة عليهم لحد ما اكتشفوا إن الطرف الثالث هو البنت الجميلة دلال رستم. كده كل الخيوط اتجمعت ومش فاضل غير ان يتم القبض عليهم. بس المسؤول عن الملف ده وقتها جوه جهاز المخابرات المصرية كان عنده بعد نظر وحكمة فوق الوصف، وخصوصا بعد استشهاد عصام اخو دلال، وكان عنده ثقة ان دلال مش هتكمل في الطريق ده وهيجي لها وقت وتيجي تسلم نفسها وتعترف بكل حاجة. وده طبعا لو حصل هيبقى مكسب كبير جدا اكبر من مجرد القبض عليها. وطبعا هتقولوا لي ليه؟ ايه الفرق بين انهم يقبضوا عليها وانها تسلم نفسها؟ هي خاينة وجاسوسة. اقول لكم انا بقى ايه الفرق. اولا هتبقى انقذت نفسها، ما هي في الاول والاخر بني ادمه وغلطت، وظروفها والضغط اللي اتعرضت له اجبروها انها تمشي في سكه مش مظبوطه وهي جايه تصلح كل ده. ده غير انها لو راحت برجليها هيبقى اسهل جدا عليهم انهم يخلوها عميل مزدوج ويبعتوا عن طريقها معلومات مغلوطه للعدو يضللوه بيها. وطبعا هي هتعمل كده جدا لانها في الاساس عايزه تنتقم لاخوها. الاكتر من كده ان هي نفسها هتبقى طعم يصطادوا بيه الراس الكبيرة. المهم ان كل ما الوقت كان بيعدي كل ما موت اخوها كان بيوجعها اكتر، ورغبتها في الانتقام وانها تاخد حقه تكبر، لحد ما في يوم سنة 1971 لقت ان مفيش فايدة ابدا من اللي هي فيه، وما قدرتش تتحمل احساسها بالذنب تجاه اخوها اكتر من كده، فراحت لجهاز المخابرات عشان تسلم نفسها. بس ما كانتش رايحة بإيدها فاضية، دي كانت رايحة ومعاها اعتراف مكتوب بكل تفاصيل خيانتها وتفاصيل عن كل أعضاء الشبكة اللي كانوا موجودين في مصر، وقالت كمان إنها مستعدة لأي عقوبة وإنها تنفذ أي حكم. تفتكروا يكون رد المخابرات المصرية إيه؟ قالوا لها لما تموتي هنستفاد إيه؟ ما أخوكي مات وإنتي هتحصليه، بس السبب في موتكو لسه عايش. لو عايزة تنتقمي صحيح يبقى لازم تساعدينا وسيب الباقي علينا، هننتقم ليكي ولأخوكي وللبلد كلها. ووافقت دلال من غير ذرة تفكير، وبدأوا يدربوها ويجهزوها بمنتهى السرعة والسرية، وعشان يطمنوا العدو ويخلوه يثق فيها بقوا يدوها معلومات مهمة جدا، وهم عارفين وواثقين ان العدو ممكن يبعت اي حد يتأكد منها. عشان كده المعلومات دي كانت معلومات حقيقية، ومن دقة وأهمية المعلومات اللي دلال بتنقلها وصلت عندهم من الأهمية اللي خلت القيادات والناس الكبيرة في تل أبيب يطلبوا مقابلتها بشكل شخصي، وهو ده اللي المخابرات كانت عايزاه. وده طبعا ما بيحصلش غير مع الجواسيس اللي من العيار التقيل. وما تنسوش اننا قلنا انها لو سلمت نفسها ممكن يخلوها طعم يصطادوا بيه الراس الكبيرة، يعني كل التوقعات بتتحقق. وهنا المخابرات المصرية عملت خطة ما تخرش المية، واستغلت كل المعلومات اللي دلال قالتها لهم. وأهم معلومتين دلال قالتهم إن مرة آدم نعمان وسط الكلام قال لها إنه عنده بيت في حيفا، والمعلومة التانية إنه أكتر من مرة يعمل تصرفات تقول إنه عايز منها حاجة معينة، وطبعا انتوا فاهميني. قالوا لها طيب شوفي بقى، بما ان آدم نعمان هو اللي مسؤول عنك قدامهم فاحتمال كبير جدا يبقى موجود معاكي في المقابلة اللي هتحصل في تل أبيب، وخدي بالك كويس انت رايحه له المرة دي لحد عنده، يعني محاولاته اياها اللي كانت بتحصل وانتوا في روما هتتكرر، وهتبقى المرة دي
غير كل مرة عشان فرصة ومش هتتكرر، فهيستقتل ومش هيسيبك. فالمطلوب انك تديله امل، بالبلدي كده ما تقفليش الباب في وشه، واحنا هنبقى جنبك لحظة بلحظة. بس عايزينك تطلبي منه انكم تتفسحوا وتروحوا رحلة بحرية في حيفا، ما هو عنده بيت هناك، وطبعا عمره ما هيرفض الطلب ده. تخيلوا كل التوقعات حصلت بالملي. آدم سافر معاها تل أبيب، وبعد ما خلصوا كل إجراءاتهم الأمنية وبعد ما خلصوا مقابلتهم في تل أبيب من فرحتهم ادوها مكافأة كبيرة وعملوا لها احتفال فخم جدا. وبعدها حاول معاها، ودلال نفذت كل المطلوب منها بالظبط، وطلبت منه انهم يطلعوا رحلة بحرية في حيفا، ووافق. ده لو كان معاهم وهم بيرسموا الخطة ما كانش هينفذها بالطريقة دي. المهم ان المخابرات العامة المصرية كان في بينها وبين رجالة منظمة التحرير الفلسطينية تنسيق عالي جدا، وفعلا دلال تحت المراقبة لحد ما وصلت حيفا هي وآدم، وبدأوا رحلتهم البحرية عشان يتفاجئوا ان في مركب عليها صيادين، والصيادين دول عبارة عن رجالة من منظمة التحرير الفلسطينية. وقبل ما آدم حتى يستوعب ايه اللي بيجرى كان هو ودلال متاخدين في مركب الصيد وخارجين بره المياه الإقليمية، وهناك كان مستنيهم لانش تابع للمخابرات المصرية. وفي نفس الوقت اللي بيتقبض فيه على آدم نعمان بيتقبض برضه على الجاسوسين الموجودين في مصر اللي هم جعفر درويش وجميل شاكر. والحقيقة إنهم اعترفوا اعترافات تفصيلية، وفي المحاكمة اتحكم على آدم نعمان بالإعدام شنقا، واتحكم على الجاسوسين التانيين بالأشغال الشقة المؤبدة. أما دلال براءة ولا يوم حبس. في النهاية عايزة أقول إن الظروف ممكن تضغطك والحياة ممكن تيجي عليك، ووارد جدا تغلط، بس خد بالك عشان غلط عن غلط يفرق. وخلي دايما حواليك ناس طيبة ترحم ضعفك وتاخد بإيدك، وفوق بسرعة واعترف بغلطك قبل فوات الأوان. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية. بصراحة حلقة أحداثها كتيرة جدا وطويلة جدا، بس انترستنج جدا جدا، ونهايتها وأنا بكتبها أنا مكنتش متخيلة النهاية تبقى كده. بس يعني نورت عندي في حاجة كده، إن ممكن الواحد فعلا يبقى كويس قوي ومن جواه أبيض، بس الظروف والأحداث اللي حواليه تخليه كده يروح في اتجاهات عمره ما كان يتخيلها وتحوله لبني آدم تاني. بس يعني إيه، ظروفها كانت سبب في اللي هي بتعمله. فنموذج فظيع بصراحة، لأن الظروف بتأثر على التصرفات.